اعتقلت الحكومة الانتقالية في ريف دريكيش أمين سر المجلس العلوي بطرطوس الشيخ آصف مهنا وسط تعزيزات عسكرية وصفت بالضخمة للحكومة الانتقالية نحو مناطق الساحل وانتشار أمني كثيف في ريف حمص الغربي. اعتقلت سلطات الحكومة الانتقالية في ريف دريكيش أمين سر المجلس العلوي بطرطوس الشيخ آصف مهنا المنحدر من قرية بين تليجة، وذلك في ظل حملة اعتقالات متصاعدة تستهدف العلويين منذ سقوط النظام السابق. وبحسب مصادر محلية جرى توقيف الشيخ مهنا من دون أي توضيحات رسمية حول أسباب الاعتقال، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي، خاصة مع تزامن الحادث مع اعتقالات أخرى طالت شخصيات وشبانا من الطائفة في مناطق مختلفة. وفي حمص اعتقل مسلحو الحكومة الانتقالية عددا من الشبان الحاصلين على بطاقات التسوية من دون تقديم أي معلومات حول أسباب الاعتقال أو مكان الاحتجاز. ووفق المصادر جرت عملية الاعتقال قرب بلدة شين في ريف حمص الغربي، حيث تم اقتياد الشبان إلى التحقيق دون توجيه تهم واضحة أو إصدار بيانات رسمية بشأنهم. وتطالب عائلات المعتقلين بالكشف عن مصير أبنائها وتوضيح أسباب هذه الإجراءات وسط مخاوف من توسع الحملة وغياب أي إطار قانوني ينظمها. وفي محافظة لاذقية أشارت عدة مصادر إعلامية إلى أن الحكومة الانتقالية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة وريفها تمهيدا لعملية تمشيط واسعة يشارك فيها أكثر من 30,000 عنصر. وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن سلسلة إجراءات تنفذها الأجهزة التابعة للحكومة الانتقالية في القرى والبلدات ذات الغالبية العلوية، وسط حالة من الترقب والقلق بين الأهالي نتيجة الحملات التي تتم من دون سابق إنذار والخشية من وقوع مجازر جديدة بحق السكان. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد فجر اليوم وصول تعزيزات أمنية تابعة للحكومة الانتقالية إلى قرية بلقسة بريف حمص الغربي. وبحسب المصادر بدأ العناصر فور وصولهم حملة تفتيش واسعة شملت منازل عدة ومدرسة القرية والمرافق الخدمية التابعة لها، كما توجهت القوة الأمنية إلى مقام الشيخ أحمد الجذري، حيث طلب من خادم المقام فتح الغرف الملحقة بها لتفتيشها والتدقيق في محتوياتها. وأكدت المصادر أن القوات غادرت القرية بعد ساعات من التفتيش والانتشار من دون تسجيل أي اعتقالات أو وقوع احتكاكات مع السكان.